ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده جايه لكم بقى وصفه لذيذه جدا وحلوه قوي وموفره وما فيهاش سمنه ولا فيها حاجات يعني ولا زبده ولا الكلام ده ولا اي حاجه مكلفه خالص. حاجه كده خفيفه ومظبوطه يعني حاجه حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض كوكيز او بسكوت بشوكولاته اللي تحبوا تسموه يعني براحتكم خالص. بس اهم حاجه الوصفه سهله وبسيطه ومش محتاجه حاجه. انا اسمي نورة جمال. لو اول مره تشوفيني لايك وشير، ويا ريت ما تنسينيش في الكومنت الحلو وتضغطي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. اول حاجه بقى كده نسمي الله، ومعايا 2 عدد من البيض حطهم بره التلاجة. ومعايا نص كوبايه من السكر الحبيبات العادي. هقلبهم بقى، هفضل اقلبهم، وحطيت عليهم رشه ملح كده بسيطه خالص. وفانيليا، يعني معلقه صغيره تكون مليانه على اخرها فانيليا. هفضل اقلب بقى فيهم كده شويه لحد ما اللون يتغير، وكمان الحبيبات السكر دي تدوب. الوصفه معايا يا جماعه سهله قوي ومش محتاجه حاجه، وان شاء الله هتكون كل مكوناتها من عندنا في البيت. هفضل اقلب فيها كده مده شويه كده حلو. انت ممكن تحطي سكر بودره، بس اهم حاجه تكون كوبايه كامله من النص كوبايه قصدي كامله من السكر العادي، وتحطيه كله بعد ما ينضرب. لو تحب كده او كده يعني. شوفوا اللون اتغير بقى ابيض خالص. هنزل بقى بنص كوبايه من الزيت كده، وافضل اقلبهم كمان 10 دقايق كده متواصلين شويه معلش. بس اهم حاجه لحد ما السكر بتاعك يدوب خالص علشان تطلع الوصفه مظبوطه. هنفضل نقلب كده فيهم شويه، يعني مش هنتعب ولا حاجة ان شاء الله، هي شوية بس صغيرين لحد ما كل الخلطة بتاعتنا تندمج مع بعضها. انا بوريكم ان السمك بتاعي مش ماسك، لا سايل. انا عايزاه يبقى سايل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل ما نضرب فيه بالمضرب بيبقى سايل اكتر. شايفين من كتر ما ضربت فيه بقى رجع لونه اصفر تاني، علشان كل ما نضرب فيه بيصفر. حطيت بقى معلقتين كبار كده من اللبن البودرة، او ممكن معلقة واحدة اللي انت تحبيه. حطيت كده بقى، وهفضل اقلب فيه لحد ما اللبن يدوب. الوصفة دي يا جماعة سهلة خالص ومش محتاجة اي حاجة، يعني وانتي واقفة كده 10 دقايق ولا ربع ساعة هتخلصيها على طول بإذن الله. مش محتاجة حاجة خالص، وفي نفس الوقت حاجة كده هتفرحي بيها أطفالك. أو حاجة ممكن تاكليها مع الشاي أو مع القهوة كسناكس كده حلو. نزلت بقى معايا كده 3 كوبايات دقيق، لازم يكون منخول كده شوية. ونزلت ب2.5 كوباية كده الأول على على الخليط بتاعي، وحطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو كيك شيف. هقلب بقى، هسيب المضرب خالص واقلب بالمعلقة علشان يندمج معايا، عشان الخليط بتاعي هيبقى ملزق كده في الاول. انا بقلبه بالمعلقه شويه، وبعد كده هرجع اقلبه بايديا واعجنه بايديا وكل حاجه. طبعا اي دقيق، ممكن دقيق غله، ممكن دقيق اللي احنا بنشتريه من العطار. اي دقيق متوفر عندك تنفع في الطريقه دي. انا كمان عاملينه بدقيق الشوفان، يعني عملنا شوفان وضربناه يعني في الكبة وكده، وعملته بدقيق شوفان كمان. يعني اي حاجة انت تحبيها ممكن تعمليها في الخلطة دي. اي دقيق متوفر عندك مفيش مشاكل. سبت بقى المعلقة وهعجن بقى بايديا كده. هفضل الم فيه لحد ما العجينة تتلم معايا، واشوفها لو بتلزق هحط لها كمان كمية الدقيق. نزلت بقى بنص كوباية من الدقيق التاني، اللي هو يعني يعتبر فاضلة من 3 كوبايات الدقيق بتوعي. هفضل اقلب فيهم كده شوية واعجن فيهم لحد ما الم الدقيق. انت طبعا ممكن يحتاج معاكي دقيق وممكن ما يحتاجش، بس انا مدياكي الوصفة ان شاء الله بالظبط. مش هيحتاج معاكي دقيق ولا حاجة، ولا هتطلع مش مظبوطة، هتطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله. بس اهم حاجة تمشي على الخطوات دي. بعد ما لميت بقى الدقيق كده، لو تلاحظوا يعني ايديا لما ارفعها هتبقى فيها بواقي عجين. العجينة ملزقة شوية، انا مش عايزاها ناشفة جامد اهي. بصوا لو تبقوا لاحظوا ايديا، بس العجينة بتتشكل معايا بسهولة، ومش محتاجة دقيق تاني يعني. اهي بسهولة خالص وكده مظبوطة. هلم بقى العجينة وانزل عليها بربع كوباية من الشوكولات شيبس.
او ممكن شوكولاته بتقطع عندك، اي حاجه انت تحبيها، او ممكن سبرينجل، اي حاجه، اي شوكولاته متوفره عندك. بس هو الكوكيز يعني احنا بنحط له شوكولات شيبس. هفضل اعجن بقى فيها كده والم الشوكولاته مع العجينه، بحيث ان هما يندمجوا مع بعضهم، ولما اقطع العجينه نفسها تبقى مليانه بالشوكولاته. لميت العجينه كده في دقيقتين، ما خدتش وقت يعني ولا حاجه. وبعد كده انا بوريكم بقى بقطعها شوكولاته بتفرو. لا، عشان انا حاطاها كتيره شويه، ممكن تقللوها وممكن تكتروها، وممكن بعد العجينه يعني بعدين ما تقطعوها ممكن تحطوا لها شوكولاته بعدين، بس انا بحبها تبقى محشيه من جوه ومن بره كده، بتبقى حلوه. بحط بقى العجينه بكورها كده بالشكل ده، وبططها تبطيطه كده بسيطه بايديا، مش بتك على جامد. ويا ريت تعملوها صغيره زي ما انا عاملاها، علشان احنا عارفين انها بتنفش في الفرن، فاحنا مش عايزين انها تنفش جامد وتبقى كبيره، لا هي تبقى على قد الاكله كده، حاجه يعني حلوه كده، يعني على قطمتين اتنين. بعد ما قطعتها بقى هدخلها بقى الفرن كده ايه. دي اللي بالشوفان، انا عملت واحده، عملنا واحده في الشوفان بدقيق الشوفان يعني. ودي العاديه هنحطها بقى في الفرن لمده ربع ساعه كده على نار واطيه خالص، تاخد براحتها. بعد ما اتحمرت بقى في الفرن يا جماعه، الشوفان هي الوحيده اللي كانت غامقه الاول، دلوقتي هي اللي بقت فاتحه بس متحمره ومظبوطه. الوصفه كلها مظبوطه بجد، وكانت طعم لا يعلى عليه بجد، حلو قوي. العاديه هي اللي احنا عملناها مع بعض حلوة قوي، والطعم جميل، ولا الريحة بجد ابهرتني. حاجة كانت حلوة قوي. الكوكيز بعد ما جهز يا جماعة، تقدميه بقى كده لضيوفك او لاطفالك، اي حد في البيت ياكل من الوصفة دي بجد. تحفة ومش مكلفة، ما فيهاش لبن وما فيهاش زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة من الحاجات المكلفة دي، حاجة بسيطة خالص اهي. انا بوريكم بقى دلوقتي، بصوا. وعلى فكرة كل ما تبرد بتبقى ناشفة وكده، هو حلو من قلبها يا جماعة، تحفة تحفة بجد. حاجة كده مظبوطة ومية مية مية بجد، حاجة حلوة قوي. هندوقها بقى كده مع بعض، وبجد يا جماعة حاجة حلوة قوي قوي بجد. نفسي تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات تحت وتقولوا لي ايه رأيكم. كده يكون الفيديو بتاعي خلص. ما تنسونش في اللايك والاشتراك، وتضغطوا زر الجرس، وتكتبوا لي كومنت حلو.